السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة جايين نعمل مع بعض احلى طبق كشري ممكن تشوفوه في حياتكم. الطبق الكشري ده هنعمله واحدة واحدة وكله في حلة، يكشي ياخد 600 حلة مش مشكلة، بس عشان يطلع بالحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. آه، انا بفضل الخطوات دي احسن من هي خطوة واحدة في حلة واحدة. ما بحبش الطريقة دي اطلاقا. بحسها يعني ما عجبانيش، كل واحد وليه ذوقه. فهنا هنعملوه في حلل كتيرة زي ما انتوا عارفين، خطوة خطوة وبراحة كده مع بعض، لان دي اذواق. هنبدأ مع بعض. نبدأ حلقتنا النهاردة بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نشوف اول حاجة هنعمل ايه. اول حاجة طبعا بنعملها البصل. البصل هنا بقى رفيع زي كده، واكون هنا مسخنه الزيت الاول، زيت غسيل. ليه؟ عشان هنا هحط معلقه نشا كبيره على البصل ده، وهقلب كده كويس مع بعض. من هنا يكون الزيت بتاعي سخن وانا بقلب، ما اسيبش الخطوه دي عشان البصل اللي يطلع معاكي مقرمش. ما اسيبش النشا ياخد وقت طويل مع البصل، عشان البصل ما ينزلش ميته على النشا ويبقى ويديلي كده عجينه. لا، اكون مسخنه الزيت، ارش رشه النشا بتاعتي على البصل واقلبها قلبتين 3 بس. زي ما انتوا شايفين هنا لقيت الزيت سخن، نزلت على طول بالبصل اللي عليه رشه نشا، معلقه نشا كبيره كده، وها زيت غزير. تمام. واقلب كده تقلبتين 3 على بال ما ينزل معايا البصل كده ويهبط شويه، يتبخر الميه بتاعته. لاش اقدر هنا احط له التوابل بتاعته. كل التوابل اللي انت بتاعت الكشري هتحطيها هنا وفي الصلصه، لان هما دول الحاجتين بس اللي هما ايه ظاهرين معاكي بيدوا تطعيمة الكشري الحلوة اللي احنا هنعملوها. هنا هنزل نص معلقة كمون مطحونة بملح. كمون هيتحط على البصل، بتحط على البصل، جربيها. وهنا نص معلقة توابل شاوي، لا مش توابل شاوي، نص معلقة توابل كشري مخصصة للكشري بس. تجيبيها من عند العطار، قول عايز توابل للكشري بس. بص الكمية بتاعت البصل نزلت كيف هبطت. نزلت هنا بنص معلقة فلفل اسود عشان يبقى البصل معايا هنا حراق. اسيبه كده يقلب كده شوية مع بعض عشان كله يتغلف بالزيت. ولازم انا هسيبهم، هشوف انا هعمل حاجة تاني. احط على الناحية التانية حبة عدس بجبة، حطهم في مية بس بدون ملح، علشان احنا زي ما عارفين البقوليات لما نيجي نسلقها على النار منحطش فيها ملح عشان ما تحجرش. نزلت ب3 فصوص توم، دي تكاية حلوة، جربوها بس. وهنا العدس معايا مش هخليه يستوي السوا بتاعه الكامل، نص سوا، عشان لسه انا هحط نصه في الرز معايا. هنا بقى لقيت البصل دخل في الاحمرار بتاعه، يعني قرب خلاص يستوي. هنزل هنا حبة 7 بهارات. بهاري بقى، بهاري في البصل اللي بتاعك ده زي ما انت عايزه تحطي حبهان بودره، اي حاجه براحتك هنا في البصل، لان هنا البصل هي اساس الكشري، فانت لازم بتطعميه كويس خالص عشان يطلع زي بتاع المحلات الحلو ده. وهسيبه شويه، وحاجي هنا هكون حطيت البليله حمص في حله، واحط نفس الكلام زي العدس 3 فصوص توم. حطيت ميه بدون ملح، محطش ملح خالص هنا. وارجع كمان اشوف هنا البصل، خلاص البصل كده تمام، يعني فاضل واحدة بس هي لسه ما استوتش. اقلبها كده، مش هقدر اشيل ايدي منه دلوقتي
عشان هو جرب خلاص. اكون مجهزة صينية صغيرة عليها مناديل، واطلع من الزيت. هنا الرز معايا، حطيت الرز الاول ليه؟ عشان اخلي الرز دي تغليفة كده حلوة من الزيت. الرز يبقى مغلف كده كويس بالزيت، مش هيتحمر يعني اللي هو التحميرة الجامدة، لا هو تقلبتين كده بس يكون ايه مغلف بالزيت. لاش هنا انزل بالشعرية، مقدار الشعرية ايه نص كمية الرز. يعني لو هتعمل كمية رز كوبايتين، هنا انا هنزل كوباية واحدة من الشعرية القص الصغيرة دي، واقلبهم كويس مع بعض عشان يتوزع الشعرية مع الرز. واسيبه كده، اخلي الشعرية هنا تحمر كويس بقى عشان تبان مع الرز وما تتعجنش. احمر الشعرية كويس زي ما انتوا شايفين كده اتحمرت تمام كويس خالص. هنا بقى هكون محضرة مية، هنزل عليها بالمية كمية المية اللي نحتاجها هنا مع الرز. بصي عشان ده رز مصري، بتحطي له اللي هو فوق مستوى الرز بحوالي عقلة صباع كده مية. هنا يعني لا، هنا عايز مية تاني، احط له شوية مية تاني. بس اكمل المية وهظبط الطعم بتاعه. هحط له هنا ملح بس، ملح وفلفل اسود بس، مش محتاج بهار الرز، ملح وفلفل اسود بس هو هغطيه يستوي براحته. اول ما تشرب المية دي ببطئ عليه لحد ما يستوي، زي ما انتوا عارفين السوا بتاع الرز. على الناحية التانية بقى اجهز حاجة تانية. حطيت حلة فيها مية سخنة، سخنت المية هنا معايا. هعمل فيها ايه هنا؟ هسلق الرز، هسلق المكرونة والمكرونة سباكيتي. نزلت هنا بزيت عشان هسلق فالمكرونة فلازم تتفكفك. هنحط زيت في المية. هنزل هنا بنص معلقة ملح. اكون مجهز الشعرية سباكيتي معايا. انا قسمت اللي هو الكيس ده، بقسم الوحدة الصحيحة دي بقسمها على 2. هنا براحتكم. نزلت كمية الاسباجيتي، اقلب كده هنا ليه؟ علشان مفيش حاجة تلزق في بعض، الاسباجيتي نفسه ما يلزقش في بعض. اقلب كويس خالص عشان المية بالزيت ده يدخل في بعضهم كده. نزلت هنا كمية المكرونة اللي انا عايزاها، يبقى حطيت مكرونة واسباجيتي، اقلبهم كويس. وهنا الطيبان بتاعهم مش هخليهم لحد ما تهري كده، لا 3/4 سوا كده بس. وبعد كده بنصفيها على النار وبديها بس شطفة بسيطة كده من مية الحنفية بس تمام كده. هنا جبت الزيت اللي فايض من البصل، احط فيه ربع معلقة توم، حبة قليلين كده، كمية لا تذكر يعني. مش محتاج التوم هنا، انا بس عشان تطعم الصلصة معايا بحطيت ربع معلقة توم مفروم يدوب كده ما تحمرش. اشمها بس، اشم الريحة بتاعتها. هطش بالطماطم، اكون مجهزة شوب طماطم على حسب برضو الطماطم اللي انت عايزاها. الصلصة هنا تحتي، بس كده انا هديها البهار بتاعها. هنا حطيت توابل كشري برضو، واحط فلفل اسود، وهنزل هنا ب7 بهارات وحبة قليلين برضو. هنا انت على حسب ذوق بتبهري الصلصة بتاعت الكشري على حسب ما انت عايزينه. حطيت هنا حبة ملح بس، وسيبيه يتسبك كده مع بعض كويس خالص لحد الكمية بتاعته ما تنزل شوية.
على الناحية التانية حطيت حلة احط فيها معلقتين 3 زيت. ليه؟ عشان هعمل هنا التومية. بقى هحتاج معلقة توم كبيرة، توم مفروم. هقلبها كده مع بعض. ما يتحمرش التوم اطلاقا، ما يتحمرش التوم خالص في الزيت. هو كده التومية ما تتحمريش التوم. في ناس بتعملها كمان على البارد، بس انا كده بحسها افضل واحلى. هطش هنا بايه؟ بطش بخل مش بميه، بطش بخل الاول دوب كده تحسيها شكشكت كده من حوالين داير. هنزل بكمية المية دي كلها. انا هنا هكتر التومية بتاعتي عشان عندي هنا الاولاد بيحبوا التومية خالص. والتومية برضو مش محتاجة بهار خالص، وتحطي لها كمون وملح فقط. وتكون انت حاطه هنا الخل مع التوم، يبقى كمون وملح بس، مش محتاجة بهار ولا حاجة. واسيبها كده هنا يغلوا بقى غلوتين 3 كده محترمين. وبكده هنا يكون خلصنا التومية. احلى تومية ممكن تدوقوها في حياتكم، تحفة 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 يعني. واسيبها هنا تغلي زي ما قلت لكم مع بعض كده براحتها. اخر حاجة هنا هنعمل الشطة. هنزل معلقة زيت كبيرة، هنزل فيها نص معلقة شطة مطحونة حراقة، تكوني عارفاها يعني الشطة دي حراقة، بس على يدوبك ما تتحمص كده الشطة وتطلع الريحة بتاعتها دي. اكون الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض هنزلها كده معلقتين 3 4 اهو عليها، على حسب الكمية برضو اللي انت عايزاها. انا هنا مش هعمل كتير خالص، يا دوب انا عاملة معلقتين 3 بس، عشان ما فيش من الاولاد هنا بيحبوا الشطة. بس اقلبها كويس كده مع بعض. وبكده يكون خلصت الشطة معاكم. يلا بينا نجهز الطبق ازاي. حطيت انا هنا في الطبق الرز اللي بشعرية اللي حط عليه نص كمية العدس. بعد كده حطيت الاسباجيتي والمكرونة اللي سلقناها مع بعض. بعد كده هحط الصلصة. دي انا هحط كده على قد ما اقدر، بس في اللي احطه على السفرة بقى، اللي عايز يزود يزود. احلى طبق كشري ممكن تاكلوه في حياتكم بجد يعني. كمل هنا بقى. معلش هو الفيديو طويل شوية بس عشان نشوف التكات بس اللي تحت الكشري، ولازم اوريها لكم، مش هينفع اقطع الفيديو عشان الكشري ده كله تكات، فلازم نشوفوه مع بعض. هنا نزلت برضو بحبة عدس بجبة على الوش. وهجيب بعد كده البصل. شايفين البصل كيف مقرمش وحلو؟ هنزل البصل كده حوالين داير، واخلي برضو كمية فايضة بخليها جنبي على السفرة. اللي عايز يزود بصل، اللي عايز يزود صلصة، اللي عايز تومية، الحاجات دي هي اللي بتدي طعم حلو للكشري. ازين هنا الطبق بتاعي بالبصل. واحط هنا بقى اخر حاجة البليلة. وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهاردة. الفيديو بتاعنا طويل شوية معلش، بس انت هنا بتشوف كل التكات والحركات اللي احنا عملناها. اعملوها بنفس الخطوات دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وان شاء الله يطلع معاكم احلى كشري. وزودوا هنا كمية كبيرة على الطبق
من التومية. اسمعوا كلامي وهتلاقوه تحفة 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 بجد. انتظروني بجميع الحلقات الجاية ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى اطباق مختلفة من نوعيات كتيرة ممكن تشوفوها، بس بخطوات بسيطة وبتكات بسيطة. اي بيت يقدر يعملها، ما فيهاش افتكاسات صعبة ولا تعقيدات ولا اي حاجة. يلا حبايبي ادعموني، ادوني اشتراكاتكم ولايكاتكم الكتير خالص، وقولي لي ايه رأيكم في التعليقات. الى اللقاء، باي باي.